الملح يدفعهم للهرب منها. خليني أضرب لك مثال عملي. شخص يريد إقناعك بقراءة كتاب. الأول يقول: قرأت كتاب رائع، فيه فكرة خلتني أغير طريقة نظرتي للحياة، خاصة قصة البطل لما واجه أكبر تحدي. شعرت إنك لازم تقراه لأنه قريب من شخصيتك. الثاني يقول: اقرأه، ضروري تقرأه، مش طبيعي، هتندم لو ما قرأته. اسمع كلامي واقرأه بقى. من فيهم تحب تسمعه؟ ومن فيهم يخليك تنفر؟ الأول يستخدم الإقناع بالقصص والتأثير، الثاني يستخدم الإلحاح بالتكرار والضغط. الناس تهرب منك مش لأنهم ضد فكرتك، بل لأن طريقتك في عرضها مزعجة. لما تلحها، أنت توصل لهم هذه الرسائل دون أن تشعر: أنت غبي لو ما وافقتني، أنا لا أحترم رأيك، أنا أهم منك، واسمع كلامي.